بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للسيد رئيس الجلسة، شكرا للسيد رئيس المؤتمر الدكتور عبد الباسط الخطيب، والشكر موصول أيضا إلى اللجنة العلمية واللجنة المنظمة لهذا المؤتمر. مداخلتي ستكون بعنوان تدريس حل المشكلات الرياضية مقاربة سيكومعرفية، والتي سأتناول من خلالها 4 محاور أساسية. أولها المقدمة، والتي من خلالها سأؤسس الإشكالية العامة لهذه الدراسة، والتي سأجيب عنها في محورين أساسيين، ألا وهما الإطار النظري والدراسة الميدانية، ثم أستخلص خلاصات لهذا البحث أو لهذه الدراسة. فكما تعلمون فإن حل المشكلات الرياضية هو موضوع علم الرياضيات في الأساس، لكن مع تطور علم النفس وخاصة علم النفس المعرفي في منتصف القرن العشرين، أصبح حل المشكلات الرياضية ليس حكرا على الرياضيات، بل أيضا موضوعا لعلم النفس المعرفي، إذ يعتبره عملية معرفية معقدة كونها تتداخل فيها العديد من الأنشطة الذهنية والعمليات الذهنية، أهمها الإدراك، التمثل، الفهم، الانتباه، التخطيط، الاستنتاج، استدلال، الذاكرة وغيرها من الوظائف. لهذا فالإطار العام لإشكالية هذه الدراسة يتأسس أساسا على محورين. أولا، ضعف التحصيل في مادة الرياضيات لدى متعلمي المستوى الابتدائي عامة، وفي مجال حل المشكلات الرياضية على وجه الخصوص. ثانيا، ندرس الدراسات الميدانية لتقييم كفاءة حل المشكلات الرياضية وفق مقاربة سيكومعرفية في السياقين المغربي والعربي. ولهذا نتساءل: هل للتدريب على استراتيجيات حل المشكلات الرياضية فاعلية في أداء متعلمي الابتدائي أثناء حل الوضعيات المشكلة؟ ومنه تنبثق أو تتفرع الأسئلة التالية: ما مدى معرفة المدرسين باستراتيجيات حل المشكلات الرياضية؟ ما مستوى متعلمي الابتدائي في حل المشكلات الرياضية؟ ثم هل يمكن للتدريب على حل المشكلات الرياضية أن يساهم في تطوير هذه الكفاءة؟ وأخيرا، هل سيؤثر متغير الجنس على كفاءة حل المشكلات الرياضية بعد التدريب؟ الإطار النظري سنتناول فيه نقطتين أساسيتين: المفاهيم الأساس، حل المشكلة الرياضية وهي خطة محددة من العمليات والإجراءات التي يقوم بها الفرد مستخدما معرفته الرياضية لحل المشكلة. وهذا المفهوم بدوره يتكون من استراتيجيات 5: تمثل المشكلة، وهو بناء ذهني مؤقت يقوم مقام الواقع الذي يسمح للفرد بمنح معنى لوضعية المشكلة. فهم المشكلة، وهي عملية ذهنية تستوجب فهم نص المشكل لبناء الدلالة. التخطيط الذهني، وهو عملية ذهنية تحدد مجال البحث عن الحل وتجسده وتوقعه. ثم الإجراءات، بما هي التنسيق بين المعارف المستعملة من لدن المتعلم لتوجيه عملية الانتباه نحو الحل. ثم تنفيذ الحل، وهو الإنجاز الفعلي القابل للملاحظة والتقييم. فيما يخص الدراسة السابقة التي تناولت موضوع حل المشكلات الرياضية، نجدها لدى الأفراد الأسوياء. أنا في هذا الجدول استحضرنا 3 دراسات سابقة من 3 بلدان مختلفة: إسبانيا، إندونيسيا، إستونيا، وكلها توصلت إلى نتائج هامة كما هو مبين في جدولي أمامكم. فيما يخص سيرورة حل المشكلات الرياضية لدى ذوي صعوبات التعلم، استحضرنا أيضا 3 دراسات سابقة من 3 بلدان مختلفة: بلجيكا، الولايات المتحدة الأمريكية، إيطاليا، والتي اعتمدت اختبارات مختلفة ومتنوعة توصلت إلى نتائج هامة أيضا. كخلاصة لهذا الإطار النظري، فحل المشكلات الرياضية بما هو سيرورة تحتاج إلى مجموعة من الوظائف المعرفية، والتي أكدت عليها الدراسات السابقة، وهي الاستراتيجيات الذاتية والاستراتيجيات المعرفية. لكن جل هذه الدراسات السابقة تفتقد إلى تفحص الاستراتيجيات المباشرة المتدخلة في حل المشكلات الرياضية. وهذا هو الجديد في دراستنا، إذ قمنا باستهداف أهم الوظائف المعرفية التي ترتكز عليها استراتيجيات حل المشكلات الرياضية، ثم قمنا بتدريب التلاميذ على هذه الاستراتيجيات للتحقق من مدى فعاليتها وفعالية تدريبها. الدراسة النظرية انطلقنا من فرضية
عامة، ألا وهي نفترض أن ضعف أداء المتعلمين في استعمال استراتيجيات حل المشكلات الرياضية ناتج عن افتقاد المدرسين لأساليب تدريسها، وأن تدريب المتعلمين عليها يؤدي إلى ارتفاع أدائهم فيها، حيث تختفي الفروق بين الذكور والإناث. وتفرعت عنها فرضيات إجرائية ثلاثة. أولها، نفترض أن أداء متعلمي الابتدائي ضعيف في حل المشكلات الرياضية، ولا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند 0.05 بين المجموعتين في الاختبار القدري. توجد فروق دالة إحصائيا عند 0.05 تعزى لمتغيرات التدريب بين المجموعة الضابطة والمجموعة الجريبة في الاختبار البعدي في حل المشكلات الرياضية لصالح المجموعة التجريبية. لا توجد فروق دالة إحصائيا عند 0.05 تعزى لمتغير الجنس في الاختبار البعدي بين أفراد المجموعة التجريبية. فيما يخص المساهمون في الدراسة من المتعلمين وهم 47 فردا، الجدول التالي يبين خصائص هؤلاء المتعلمين المساهمين حسب الجنس والسن والمستوى التعليمي الذي استهدفنا: المستوى الثالث، المستوى الخامس، والمستوى السادس كما هو موضح، وقمنا بتقسيمهم إلى مجموعة ضابطة ومجموعة تجريبية كما هو موضح في الجدول أمامكم. فيما يخص المساهمين في الدراسة من المدرسين وهم أربعة أساتذة، والجدول يوضح خصائص المساهمين الأساتذة حسب السن والجنس وسنوات خبرة التدريس. فيما يخص أدوات التجريب فهي كالتالي: استعملنا في هذه الدراسة اختبار حل المشكلات الرياضية، وهو اختبار يتكون من 5 وضعيات رياضية متدرجة الصعوبة وتعطى 5 نقاط لكل وضعية. قمنا بتقييم خطوات حل المشكلات الرياضية عن طريق اختبار الوصل بخط بين العبارة وتعريفها الصحيح، ثم كتابة رقمها الترتيبي، ثم أيضا استعنا بالاستمارة وهي 5 أسئلة تستهدف رأي المدرسين حول استراتيجيات حل المشكلات الرياضية ومدى معرفة المتعلمين بهذه الاستراتيجية. فيما يخص إجراءات التدريب فخصصنا لكل مستوى أو لكل مجموعة 4 حصص، كان متوسط المدة الزمنية لكل حصة 23 دقيقة، أي بمعدل 12 حصة لجميع المستويات. واستعملنا بناء الكفايات كبيداغوجيا أساسية للتدريس في هذا التدريب. فيما يخص عرض النتائج ومناقشتها، فالجدول التالي يبين النسب المئوية لعناصر إجابات المدرسين عن الاستمارة، ونسجل بعض النقط الأساسية، وهو أن فهم المسألة كاستراتيجية حل المشكلات هي التي يعتمدها أغلبية الأساتذة في شرحهم للمشكلات الرياضية، كما أن نفس الاستراتيجية هي التي عبر الأساتذة بأن أغلب التلاميذ يعرفونها، وأيضا هي نفس الاستراتيجية التي عبر معظم الأساتذة بأن المتعلمين يجدون فيها صعوبة. كما نسجل أيضا بأن التخطيط للحل كاستراتيجية أساسية لحل المشكلات الرياضية لم يعبر عنها أي أستاذ، بالرغم من أن 75% من الأساتذة عبروا بأن يستعملون بيداغوجيات خاصة لتدريس حل المشكلات الرياضية. الفرضية الأولى: الجدول التالي يمثل نتائج الاختبار القبلي بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة، والتي نسجل بعض النقط، وهو حصل التلاميذ على معدل 2.4 و2.34 على 10 و3.34 كحد أدنى كحد أقصى في الأداء، ما عدا المجموعة التجريبية للمستوى الثالث حصل على 4.4 على 10. لكن هذه الأداءات كلها تندرج ضمن ما بين ضعيف وضعيف جدا، ما عدا كما قلت المجموعة التجريبية للمستوى الثالث. ومنه فإن فرضيتنا التي تقول أن متعلمي الابتدائي أداؤهم ضعيف وأنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية لمجموعتين من الاختبار القدري قد تحققت بالفعل. تتماشى هذه النتيجة مع دراسة بيبي وحبيب لسنة 2020 التي توصلت أيضا إلى مستوى منخفض لحل المشكلات الرياضية لدى أغلب المتعلمين. فيما يخص نتائج الاختبار القبلي لحل المشكلات الرياضية لدى المجموعتين،
نسجل ما يلي، وهو أن المجموعة التجريبية حصلت على متوسط 8.6 بتوقيت 25 دقيقة وفاصلة 39، بينما المجموعة الضابطة سجلت 7.43 بمعدل 21 دقيقة فاصلة 5. وهنا نسجل ملاحظة أساسية، ألا وهي كلما كان الأداء مرتفعا، يعني يدل على أن الزمان يجب أن يكون كبيرا، أي بطريقة أخرى كلما ارتفع الزمن ارتفع معه الأداء. لكن هذه الفروق لا ترقى إلى مستوى الدلالة، بمعنى أنه لا توجد فروق دالة إحصائيا بين المجموعتين في الاختبار القبلي، وهو ما يعني أن للمجموعتين كفاءة نفسها حل المشكلات الرياضية، وهو ما يسمح لنا بمقارنة النتائج بعد الاختبار البعدي. فيما يخص الفرضية الثانية، في هذا الجدول توجد نتائج الاختبار البعدي لحل المشكلات الرياضية لدى المجموعتين التجريبية والضابطة، ونسجل بعض الملاحظات. هناك فرق شاسع وواضح بين أداء المجموعة التجريبية وأداء المجموعة الضابطة، وكما نسجل أيضا بأن التوقيت كما أشرنا سابقا وهو ارتفاع التوقيت، يعني ارتفاع أداء حل المشكلات الرياضية. وهذه الفروق بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة بعد التدريب هي فروق دالة إحصائيا عند 0.01، ومنه فإن فرضيتنا القائلة بوجود فروق دالة إحصائيا عند 0.25 متغير التدريب بين المجموعتين لصالح المجموعة التجريبية قد تحققت بالفعل. تتماشى هذه النتائج مع نتائج دراسة كل من كوكانت وفولا أرديدي وبوباخاني وسوانسون، والتي جميعها تؤكد على أهمية التعلم الصريح والمنظم لاستراتيجيات حل المشكلات الرياضية والتمرن عليها في تطوير القدرات الرياضية لدى المتعلمين. فيما يخص الفرضية الثالثة، هذا الجدول يبين نتائج الاختبار البعدي لحل المشكلات الرياضية والمجموعة التجريبية حسب متغير الجنس. نلاحظ أن هناك فروق طفيفة لكنها لا ترقى إلى مستوى الدلالة، بمعنى أن فرضيتنا قائلة بعدم وجود فروق دالة إحصائيا تعزل متغير الجنس بعد التدريب بين أفراد المجموعة التجريبية قد تحققت هي أيضا بدورها. اختلفت نتائجنا هذه مع نتائج دراسة حبيب وبيبي سنة 2020، حيث توصلت هذه الأخيرة إلى وجود اختلافات دالة حسب متغير الجنس. وكخلاصة فإن المقاربة المعرفية اهتمت كثيرا بحل المشكلات الرياضية باعتبارها سيرورة معرفية تتدخل في حل المشكلات التي يواجهها الأفراد، ومن بينها حل المشكلات الرياضية. قد حاولنا من خلال هذه الدراسة الكشف عن العمليات المعرفية الأساس لحل المشكلات الرياضية، وهي تمثل المشكلة ثم فهمها والتخطيط لها واختيار الإجراءات الملائمة ثم تنفيذها، والتي تحققنا منها وتأكد لنا تجريبيا أن التركيز على حل المشكلات الرياضية بشكل صريح والتدريب عليها يساعد التلميذ على حل أفضل للمشكلات الرياضية. وبناء عليه فإن إلمام مدرس مادة الرياضيات باستراتيجية حل المشكلات الرياضية واستيعابه لها سيسمح له بتبسيط العمليات الرياضية ثم رفع مستوى استيعاب مادة الرياضيات وتحقيق المردودية التعليمية المنتظرة منه تجاه التلميذ. لكن لن يتحقق هذا إلا بوعي التلميذ بأن حل المشكلات الرياضية يتطلب خطوات منتظمة ومتسلسلة تكمن في التمثل والفهم والتخطيط والإجراءات والتنفيذ، وهو ما يستدعي التدريب عليها حتى تصبح عمليات آلية. بالنسبة لآفاق أو امتدادات هذه الدراسة، اعتماد صريح لاستراتيجيات حل المشكلات الرياضية من طرف مدرسي مادة الرياضيات وتدريب المتعلمين على خطواتها، البحث في علاقة استراتيجيات حل المشكلات الرياضية بباقي العمليات المعرفية والخصوصيات الوجدانية للمتعلم، البحث في العلاقة بين زمن الإنجاز والأداء والعمليات الذهنية أثناء حل المشكلات الرياضية، ثم تطوير اختبارات لقياس استراتيجيات حل المشكلات الرياضية لتكون دليلا للمدرسين لدراسة أوجه القصور لدى المتعلمين. وشكرا لكم وجزاكم الله خيرا.